راجل ايرلندي ابتدى يتمرن وهو في سن ال 73 سنه، ووصل لمرحله ان هو كسب بطولات عالم. شايف علامات الاستغراب على وشه. اسمه ريتشارد مورجان، راجل ايرلندي. لما الباحثين جم يدرسوا قصته كان عنده وقتها 93 سنه. والغريب مش بس ان هو وصل للسن ده، لا، ده الغريب ان هو كان ساعتها لسه بصحته وبيتمرن وبيشارك في بطولات عالم. والمفاجأة ان ريتشارد ده ما كانش رياضي طول عمره، ده ابتدى الرياضة في سن ال 73 سنة بعد ما كانت حياته كلها خمول وغير صحية، وكمان كان مدخن. يعني ابتدى في وقت الناس كتير بتقول فيه خلاص فات الاوان، انا عظمي كبر، انا هموت قريب، وهكذا. وهو بالظبط عمل العكس اللي الناس بتفكر فيه في السن ده. كان بيعمل حوالي 40 دقيقه تأديف يوميا، والتأديف ده كان بيبقى تأديف داخلي، يعني ما كانش بيطلع على البحر، عشان بس اوضح لكم المعنى. وطبعا معاها تمارين مقاومه واكل صحي اللي هي نسبه بروتين كافيه ان هي تحافظ على العضل، لان العضل مهم جدا في الحفاظ على صحتك لما سنك بيكبر. واللي ابتدى كبدايه متاخره في ان هو يهتم بصحته وصلت لحاجه كبيره، ان هو بقى 4 مرات بطل العالم في التأديف الداخلي لفئة كبار السن. بس الأهم من كل البطولات إن لما الباحثين راحوا يدرسوا جسمه لقوا حاجة غريبة. شخص نسبة دهونه قليلة، عضلاته قوية، لياقته عالية، وكفاءة جسمه في ان هو يستخدم الاكسجين ككفاءة جسم ناس في ال30 وال40. اتوفى في التسعينات من عمره، واخر حياته عاشها بصحة وقوة ولياقة كاملة. والاهم في كل ده مش طول العمر، لان العمر مكتوب واحنا عارفين الكلام ده كويس، ولكن ان هو قضى اخر 20 سنة من حياته في وضع يحسد عليه من ناس اصغر منه بعقود. وده المهم بالنسبة لنا، النقطة دي ان العمر مش حكم نهائي، ان انت بتكبر مش حكم نهائي. الحكم النهائي هو طريقتك في التعامل مع جسمك وهو بيكبر، الاشارات اللي بتديها له. وده اللي خلينا نيجي نبص على حته مهمه جدا، ان احنا بنعامل العمر كحكم نهائي، بنبدا نهيئ نفسنا للعجز من غير ما يكون موجود. والنقطه هنا مش ان انت تبقى ريتشارد مورجان او بطل عالم، لا، القصه هنا في ان احنا بنقرر فوات الاوان عن نفسنا من غير ما يكون ده حقيقي ومن بدري كده. لان جسمك عمره ما هيجي يقول لك انت اتاخرت، جسمك هيجي يسالك سؤال بسيط: هل انت لسه محتاجني بكفاءتي ولا لا؟